هو أنت فاكر إنك في أمان عشان راكن شوية فلوس على جنب؟ طب لو قلت لك إن نفس الفلوس دي بتخسر كل يوم وأنت مش واخد بالك؟ الادخار في مصر مش أمان، الادخار ممكن يكون خطر. خلينا نبص على الواقع اللي احنا بنعيشه كمصريين. انت يا إما بتاخد جزء من المرتب أول ما ينزل وتشيله على جنب، يا إما بتحوش اللي يتبقى معاك آخر الشهر، أو ممكن تكون داخل جمعية فمرتاح نفسيا، أو حتى بتشتري دهب. كل الطرق دي بتحسسك إنك ماشي صح ومأمن نفسك، بس الحقيقة إن كل الطرق نفس النتيجة، بتديلك إحساس بالأمان بس في الواقع مش بتديلك أمان حقيقي. تعال بقى نتكلم بالأرقام عشان محدش ينكر. لو أنت كنت بتحوش 2000 جنيه كل شهر من 10 سنين، يعني في سنة 2016 قدرت تحوش 24,000 جنيه. أنت فاكر كنت تقدر تشتري بالمبلغ ده إيه؟ مش مشكلة، المهم يبقى معاك دلوقتي 250,000 تقريبا. رقم كبير صح؟ الرقم ده كان يخض يا جماعة، بس الحقيقة إن التضخم ما سرقش فلوسك، بس سرق قيمتها. في شهر فبراير 2026 التضخم وصل ل 13.4%، وطبعا كلنا حاسين بالأسعار اللي ولعت. يعني ال400,000 أو ال240,000 اللي حوشتهم النهاردة قوتهم الشرائية أقل من أول يوم بدأت تحوش فيه. في الواقع أنت مش بتحافظ على فلوسك، أنت بتخسرها بس بشكل شيك. طبعا في ناس كتير فهمت الدرس ده كويس وقررت تشتري دهب، واحنا هنتكلم عن الدهب بالتفصيل في حلقة مستقلة، بس خلينا دلوقتي نتكلم بشكل مختصر. والحقيقة إن الدهب خطوة أذكى من الكاش، بس برضه مش الحل الكامل. عارف ليه؟ أي نعم هو مخزون للقيمة وبيحافظ عليها بشكل أكبر من تأثير التضخم، لكن مش بيكبر القيمة ولا بيولد دخل. يعني أنت لسه برضه بتحاول تحافظ مش بتتقدم. تعال بقى لأهم نقطة واللي محدش بيتكلم عليها كتير، وهي تكلفة الفرصة البديلة. ركز معايا في الجزء اللي جاي ده. الفلوس اللي انت حوشتها وراكنها على جنب 3 4 10 سنين، يا ترى كان ممكن تعمل بيها ايه؟ ممكن كنت تبدأ مشروع صغير، ممكن كنت تتعلم مهارة تكسب بيها فلوس، كان ممكن تستثمر في نفسك. وهي دي أهم نقطة اللي عايز أتكلم فيها. المشكلة مش بس في الفلوس اللي بتخسر قيمتها، المشكلة إنك بتخسر النسخة الأفضل منك، النسخة اللي كان ممكن توصل لها لو استثمرت في نفسك. المشكلة إنك بتخسر فرص كانت ممكن فعلا تغير حياتك. أنا شخصيا كنت بعمل كده، كنت بشتغل وبوفر ومبسوط وحاسس إني صح. بعد 3 سنين لا بقيت غني ولا بقيت مرتاح، بالعكس بقيت تعبان أكتر. وهنا فهمت إن في نوعين من الناس والفرق كبير بينهم. اسمعني كويس، أنت مش محتاج تحرس فلوسك على قد ما أنت محتاج تصنع فلوس جديدة. الادخار لوحده فعلا بيمنعك من الوقوع، لكن مش هيطلعك لفوق أبدا. إنما الاستثمار سواء في مهارة جديدة أو في مشروع صغير هو اللي بيحولك من شخص بيحافظ على اللي عنده لشخص بيخلق اللي مش موجود عنده أصلا. الفرق ما بين الاتنين زي الفرق ما بين الدفاع والهجوم. واحد بيلعب دفاع لأنه بيخاف يخسر، والتاني بيلعب هجوم لأنه بيقاتل على المكسب. الادخار بيحاول يحافظ على وضعك الحالي فعلا، إنما الاستثمار في قدرتك على توليد الدخل هو ده اللي بيغير حياتك. ودلوقتي عايز أسألك سؤال مهم وفكر كويس قبل ما تجاوب. هو أنت ليه بتحوش؟ عشان خايف من المستقبل ولا عشان تحس بالأمان؟ إذا كان هدفك من الادخار إنك تحس بالأمان، فتعال نتكلم عن الأمان الحقيقي، وخلينا نعيد تعريف الأمان المالي، وهنختصره في 3 حاجات بس. أول حاجة، تعرف تجيب فلوس في أي وقت. وهنا لازم تعرف إن الشخص اللي عنده مهارة مطلوبة هو آمن أكتر من الشخص اللي محوش مبلغ كبير بس خسر وظيفته. تاني حاجة، الدخل السلبي. لازم يكون عندك دخل مش مربوط بوقتك 100%، ولازم تتعلم ازاي تخلي فلوسك تشتغل بدالك حتى لما تنام هي شغالة. تالت حاجة، صندوق طوارئ ذكي، وهو ده الادخار الصح. انك تعمل صندوق طوارئ يغطي 6 شهور من مصاريفك الأساسية.
أزيد من كده لازم يشتغل، لأن صندوق الطوارئ ده مش عشان تعيش عليه، إنما عشان يحميك وانت بتتحرك. طب ليه أغلب الناس لسه مش بيعملوا كده؟ خلينا نتكلم مع بعض بصراحة ومن غير هروب. انت شخصيا ايه اللي منعك تبدأ؟ الخوف؟ خايف من الخسارة؟ ولا خايف تجرب؟ ولا ما عندكش خبرة ومش عارف تبدأ منين؟ ولا الظروف والمسؤوليات هي اللي منعاك؟ أيا كان السبب، الحقيقة واحدة، إن تأجيل القرار هو برضه قرار، بس غالبا مش في صالحك. اسمعني كويس، الادخار مش غلط، بس لو هو خطتك الوحيدة يبقى أنت بتأجل المشكلة مش بتحلها. الأمان الحقيقي إنك تقدر تقع وترجع تقوم بسرعة. نقول تاني، إنك تقدر تقع وترجع تقوم بسرعة، وده بيجي من قدرتك المالية اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، وقدرتك على توليد الفلوس، مش بيجي من فلوس متشالة. بس في سؤال مهم جه في بالك دلوقتي، هو ليه أنا خايف أبدأ أصلا؟ وليه أغلب الناس بيفضلوا يحوشوا سنين وما يتحركوش؟ في الحلقة الجاية هنتكلم عن ليه الناس بتخاف تبدأ، والحل الواقعي عشان تتغلب عن الخوف ده. ولو وصلت لحد هنا يبقى أنت مش مجرد بتتفرج، أنت بدأت تتغير.